كل الحاجات اللي بندرسها دلوقتي واللي بنقولها في العلوم الحديثة هو عملها. الكواليتي كنترول، مراقبة الأسواق، الداتا أناليسيز، استخدامها، تحليل البيانات، التخطيط الاستراتيجي، التعليم، التدريب. هو كان سيدنا عمر بيشتغل على كده، توظيف الطاقات في الأماكن الصحيحة، توظيف الطاقات في المال نفسه، المال نفسه ما يضيعش، وفي نفس الوقت انت بتعرف تعمل ايه. حلقة جديدة من بودكاست أنجح معادلة. المرة دي حابة أطلع عند الفكر الاستراتيجي الاقتصادي، حاجة شاملة كاملة وافية بخطط، بأسواق، بتعاملات، بكرايسس بتحصل، بكل حاجة. مش حاسة إنه في نموذج ممكن يبقى أحسن من سيدنا عمر بن الخطاب. مع الشيخ حمدي النهاردة أنا حاسة إن الحلقة دي ممكن تبقى 20 حلقة، لانه انا شايفه ان هو من اكبر الناس اللي في العصور كلها عمل فكر اقتصادي ناجح بكل التشعبات بتاعته. فعمل مراقبة على الأسواق دي عايزين نتكلم فيها، بس عمل حاجات كتير، تعامل مع كرايسس حصلت في وقته. بس حابة أقول البداية ازاي، لو تحكي لنا ازاي بدأ يحط فكر اقتصادي راسخ وعمل عدالة اجتماعية، كل ده ابتدى ازاي؟ هو الفاروق عمر بن الخطاب لما نيجي نتكلم عنه كده، يعني زي ما حضرتك بتقولي كده، يعني ممكن نقعد مجلدات وحلقات علشان نقدر نحصر اللي عمله، ولكن احنا ممكن نحط كده القيم الأساسية اللي بنى عليها الاقتصاد في عصره. لأن هو احنا في عصر النبي نزلت الآيات ونزل القرآن بالقواعد العامة. في عهد سيدنا أبو بكر بدأ التطبيق الجزئي، في عهد عمر بن الخطاب التطبيق الكلي، وهو الفاروق يفرق الله عز وجل به يعني. فهو سيدنا عمر عنده استراتيجيات كده، منها الحفاظ على الموارد والمال، ولا يحابي فيه أحد حتى لو كان ابنه. يعني القصة المشهورة اللي كل الناس عارفاها، قصة الحمى، إن ابنه سيدنا عبد الله بن عمر كان بيربي الغنم، فكان يسيب الغنم بتاعه في الحمى. وسيدنا عمر أول من حمى الحمى علشان يحفظ الموارد في المرعى بتاع الإبل. فكانت الإبل بتاعته سمنت، يعني شاف الناس اللي بقت سمينة كده فلما شاف التانيين فقال هم سايبينها علشان خاطر ابن أمير المؤمنين، كلها تروح لبيت المال، ده ابنك لا ماليش دعوة. ده في قصة تانية، سيدنا عبد الله بن عمر وصديق له رايحين صنعاء، وكان سيدنا أبو عبيدة هو الوالي عليه. فقال لهم أنا عندي فلوس من بيت المال وعايز أوديهم للمدينة، مش هلاقي بقى أحسن من ابن الخليفة هو اللي يوديها لأمير المؤمنين يوديها له. فكان زمان هيشتروا فلوس، فممكن الفلوس ايه تقع، يحصل حاجة، فممكن قال لهم ممكن تشتروا بيها حاجات بضايع، وما توصلوا المدينة تبيعوها وتدوا الفلوس لسيدنا عمر. فسيدنا عمر عرف القصة، فقال له هل أسلف، يعني هو ادى لكل الجنود زيكم، إنما أعطاك لإيه لمنزلتك مني. فقال له إنما اتجرنا، يعني لو كانت ضاعت مننا كنا هنضمنها، عندنا حاجة في الشريعة اسمها الضمان، لأنه يدعو عليها يد الضمان. فقام قال له لا. فأحد الجالسين قال له هلا جعلتها مضاربة، قراض يعني اللي احنا كنا بنتكلم فيه. فقام سيدنا عمر قال خلاص هديهم نص الربح، واخد نص الربح للبيت المسلمين مع المال كله. فأول قاعدة هو عملها في أرساها للجميع، احنا هنحافظ على المال العام. ودي كانت أول مرة يظهر الحفاظ على المال العام، لأن كان لسه المال العام ما انتشرش بهذا الشكل والفتوحات الإسلامية. فدي أول قاعدة. أول قاعدة الحفاظ على المال عموما، سواء عام أو خاص، اللي هي بنسميها إثبات حق الملكية. يعني خلى الملكية للدولة والملكية الخاصة، دي مصطلحات لسه الملكية العامة والملكية الخاصة ابتدت في عصر. الحاجة التانية إن سيدنا عمر عمل حاجة غريبة جدا، عمل إن محدش يشتغل في السوق إلا ما ياخد كورس ودورة تدريبية. يعني ذلك كده في النص كده عن سيدنا عمر بن الخطاب قال من لم يتفقه في أمور التجارة لا يقرب أسواقنا. يعني اللي ما هيبقاش عنده فقه في كيفية التعامل في المال ما يجيش السوق عندنا. فبدأ يعمل بقى ايه، اللي عايز يشتغل لازم يروح يجيب رخصة كده من الشفاء اللي هتبقى مراقبة بعد كده، ويجيب من سيدنا حكيم بن يعني كذا حد من الصحابة جالسين كده في مكان يعلموا الناس، يقعدوا يعلموا يقولوا له والله انت هتشتغل الربا كذا، المال المكتسب كذا، ياخد الكورس، ياخد الختم، يدخل السوق. ومن كذا واحد، يعني بياخد اللي هو ايه، دورة كل تدريبية دورة كده. تدريبية السيدة متكاملة. الشفاء كانت هي الجودة،
ازاي يبقى كواليتي كنترول في السوق. الجودة تبقى عاملة صحابية. ازاي. سيدنا زيد يعلمه الفرائض، ازاي امم. هيقسم المكسب بتاعه 2.5% او الزكاة 10% الصدقة. او 5%، ويقول له كده. ويجي واحد تاني يعلمه ازاي هيرص البضاعة في السوق، يحط اللي هي كانت في الحديث التاني الحاجة اللي هتبقى فيها شك تبقى ظاهرة قدام الناس، ما يحطهاش اه، تحت في يعني يخبيها. زي الوقت ما التجار بيعملوا اللي هو وش اه. القفص وتحت القفص والكلام اللي امم. بيحصل ده. فسيدنا عمر قال لازم يفقه الفقه ده كان شيء يعني مستحدث قبل ما جدا. يدخل يتاجر ما قبل ما ينفعش لازم ياخد يعدي. الكورس التدريبي ده، امم. وبعد ما ياخد الكورس التدريبي يعني يديله اجازه، يا يفضل يدرس معانا. ما هتخشش تبقى تاجر عندي في السوق الا اذا درست. وما كانش ده بس للمسلمين، ده لأي للمسلم حد. وغير المسلم على ديانته كمان. ما ده امر دنيوي. اه وبيحصل بقى عليه اوديت كمان من السيده شفاء، يعني انت كمان هتدخل بعد ما تتعلم وكمان في حد هيراقب عليك. هنراقب عليك. ده كان المراقبين ستة، الرئيسة بتاعتهم السيدة هي الشفاء. المراقبه على لأن الاسعار هي اللي كانت بنقولها عندها دلوقتي الجودة، والاسواق. لأن الستات زي ما بنقول كده بتهتم بالتفاصيل. صح. يعني إيه، الرجالة ممكن كده واحنا معديين يبقى أهم حاجة عندي اللون هي لأ، يعني إيه، بتعرف وده التركوة. يعلمنا ان هو كان بيختار حتى في اختياراته في حكمة وإدارة، دي اللي بنيجي نقولها للناس الاستراتيجي، عارف بيحط فين مين فين. توظيف توظيف الطاقات، الموارد اللي هي البشرية. دي كانت الحاجة الثالثة، توظيف الطاقات في الأماكن الصحيحة. فكان اللي يحسن التجارة يخليه في السوق، واللي هو انت ما انتش قد المهنة دي. لذلك هو عنده كلمة رهيبة جدا كمان، يقول من عمل في تجارة لثلاثة أيام فلا تروج معه، يعني ما فيش فيها رواج، فليذهب إلى غيرها. انت ايه اللي مقعدك 3 ده انت مبدأ على يعني انت فكرة. ده يعني احنا دلوقتي في ناس مصرة، يعني هو والده تكمل في اللي هي والده فيه. فاتح معرض سيارات، انا مصر اكمل في تجارة السيارات. انت والدك كان شاطر، انت ما انتش شاطر. والده كان بيصنع نوع من انواع يعني كده هو. وده يعني كمان ايه، ممكن ياخدنا لفكرة برضو التوازن ما بين ايه، لا انا عايزة انجح انا مكمل. في ناس بتاخدها من فكرة ايه، لا انا مش عايزة افشل، انا ابتديت حاجة لازم اكملها. وبرضو بياخدها من حتة حتى الدينية انه السعي لا، هو في برضو هنا قاعدة ازاي تبقى عامل التوازن ما بين ان انت فعلا مش مهاراتك ومش اشطر حاجة فيها، ونقطة قوتك خدها. على فكرة الفكر الحديث دلوقتي في البيزنس بيقول كده، انه اشتغل على مهاراتك اكتر ونقط قوتك. هو كان سيدنا عمر بيشتغل على كده، توظيف الطاقات في الاماكن الصحيحة. توظيف الطاقات في المال نفسه، المال نفسه ما يضيعش. وفي نفس الوقت انت بتعرف تعمل ايه. يعني الموارد البشرية. اللي احنا اخدناها من النبي صلى الله عليه وسلم، النبي كان بيوظف المال في مكانه الصحيح وكده. الحاجة الرهيبة كمان عند سيدنا عمر اللي هي موجودة عنده في كبداية وموجودة ببعض العصور، ولكن هو اللي أسسها، إن هو كان ينظر للأجيال القادمة. ما كانش الاستدامة. ما كانش بيتكلم على الجيل بتاعه. يعني كان من عادة أو ما أنزله الله في كتابه أنه إذا غنم المسلمين غنيمة تقسم. فهو قال لا، أنا ما أقسمش المال بالشكل ده فتضيع الأجيال الجديدة، لأنه لهم حق في هذا المال. فأنا لو اديت المال لهؤلاء الفاتحين بس، يبقى أنا ضيعت حق الأجيال القادمة. فبدأ يؤخر القسمة على الأجيال اللي موجودة، يقول لا عشان تفضل في حفظ وحق للناس اللي هيجوا بعد كده، ولكن الفلوس اللي هتطلع منها نحطها في بيت المال. الحاجة الجميلة جدا عند سيدنا عمر بن الخطاب برضك، انه أسس مؤسسات حديثة. يعني احنا كانت الاول بيت المال للمسلمين يتحط فيه الفلوس والاكل وخلاص كده، وكله يبقى مع بعضه كده. هو بدأ بقى يقسم، يعمل حاجة اسمها العشور، وحاجة اسمها الخراج، وحاجة اسمها بيت الدقيق. ده يعمل تنمية ويعمل توزيع بقى توزيع بشكل مختلف. توزيع للمنتجات، علشان احنا نبقى عارفين نحصر بعد كده في الدولة، نعرف عندنا كم طن دقيق. فلما هتيجي علينا فتح من الفتوحات يبقى احنا عارفين هل احنا عندنا تموين. وزارة التموين تقول لنا ان احنا هنقدر لو حصل حرب نقدر نصبر اللي هي اخدها من الحصار. اه كل حاجة في الاسلام مربطة ببعضها. صحيح، عمل هيكلة وعمل اه إدارات جديدة. ويدون فيها. لذلك هو اول من دون الدواوين دي، نقراها دايما كده. هو دون الدواوين، لا ده هو كان بيكتب حصر. انا عندي كم واحد متعلم، عندي كم واحد بيحسن الحدادة، كم واحد يحسن الزراعة، كم. فكان عنده تأهيل لكل الموارد البشرية والموارد العينية اللي موجودة. عندنا كم طن دقيق، عندنا كم طن بلح، عندنا اللي هي عشان الاناليسيس دلوقتي اللي بنقولها، اللي هي الداتا اناليسيس، كان تحليل بيجمع البيانات. بيانات. حاجة كمان عملها سيدنا عمر بن الخطاب كانت عظيمة جدا وكانت غريبة جدا على العرب أصلا، اللي هي الاستعانة بالخبراء حتى لو من بره البلد.
بدأ يجيب خبراء من الخارج يستعين بيهم، الخبير بقى في الزراعة من قبيلة تانية من بعيدا عن ومش المدينة. لازم يكون مسلم طبعا. يعني هو أخدها من الهجرة، ما مم. هو في الهجرة النبي اعتمد على عبد صح. الله بن أريقط ولم يكن مسلم. مم. فهو سيدنا عمر بن الخطاب كان عنده حاجة مهمة جدا، اللي هي كيفية تنمية رأس المال ليكون مستوعب الحاجات بتاع الناس في المدينة، زائد ان الفتوحات بتحصل، الفتوحات بتحصل فالدولة بتزداد، توسع. فعندنا والتوسع ده محتاج زيادة في رأس المال. ماشي. فسيدنا عمر بن الخطاب هنا اشتغل على انه ازاي انمي هذا المال، فاشتغل على الاستعانة الاول بالحفاظ عليه، ثم بعد ذلك بكيفية توظيفه وبتعليم الناس، وبعد كده باستعانة بالخبراء. فده عمل ايه بقى في الاقتصاد؟ الاقتصاد في عهد سيدنا عمر بن الخطاب بدأت تظهر حرف جديدة ومهارات جديدة، لأن الناس بتتعلم. فبدأ يجهز، ما ده بقى الأثر بقى، يجهز للجيوش وتفتح البلاد بالحسنى مم. ويفتح وتفتح المدن بالسلام وبغيرها وبالعلم وبالعلم وكده. فسيدنا عمر بن الخطاب أحسن استخدام الموارد. فده رسالة لكل واحد، إذا كنت تريد أن تكون رائد من رواد الأعمال لابد أن يكون هناك تخطيط، أنك تحافظ على المال، تحافظ على المال من الضياع بعلمك وبالوعي قبل السعي. وأن تحافظ على المال بأنك تستعين بالخبير، المينيتور بتاعك لازم يكون لك حد أنت بتستشيره. ولذلك في دي حتى ممكن نختم بيها الحلقة، ان ما فيش حاجة حصلت عند سيدنا عمر بن الخطاب الا وكان يجمع المجلس الاستشاري بتاعه. كان عامل كده مجلس استشاري، يجي يقول لهم احنا عندنا مسألة من المسائل هعمل فيها ايه. مثلا من المسائل اللي اخذها بالدراسة، ان من احيا ارضا ميتة، ده حديث نبوي، فهي له. ففي ناس احيا الارض الميتة دي ارض ما فيش حد بيزرعها ومش بتاع حد، فجيه واحد قام زرعها فبقت بتاعته. كان في ناس بقى بتعمل زي رجال الاعمال دلوقتي اللي هم يعني كده، ياخدوا الارض ويقوموا زارعينها فتبقى يستثمرها بتاعته. ويعمل لها لا، ده تطوير. يزرعها ويعمل تطوير بقت مم. بتاعته، بعد ما بقت بتاعته يسيبها تبقى بور بقى ونسقعها زي ما مم. بالمصطلح الاقتصاد المعاصر. فسيدنا عمر الخطاب شاف ان دي معضله، ما هو كده انت احياء المواد كان له عله، العله ان هي انتفاع الناس من هذا اللي يخرج من الارض. وتنمية ويحصل تنمية. انت عملت كده يبقى انت العلة انتفت من عندك. فجامع المجلس الاستشاري وخرج بنتيجة ان اللي مش هيعمر هنسحب منه الارض اللي احنا بناخدها دلوقتي. بيحصل تخصيص للاراضي لبناء مصانع او بناء منشآت، ولما الدولة تلاقي تقاعس تقوم قايله له ايه، لا هات الارض تاني. دي خدناها منين؟ من عند الفاروق عمر بن الخطاب. ولو قعدنا نتكلم مش صحيح. الناس مش هتقفل وانا كان عندي سؤال هختم بيه، لو سيدنا عمر بينا نقدر نستفيد ازاي من الحاجات اللي عملها في البيزنس. بس الحقيقة مفيش داعي للسؤال ده خالص، لانه حضرتك اجبت بانه تقريبا كل الحاجات اللي بندرسها دلوقتي واللي بنقولها في العلوم الحديثة هو عملها. الكواليتي كنترول، مراقبة الاسواق، الداتا اناليسيز، استخدامها، تحليل البيانات، التخطيط الاستراتيجي، التعليم، التدريب، الكورسات، إنشاء هيكلة، إدارة الموارد البشرية والموارد الاقتصادية، كل حاجة. فيعني أنا عارفة إن إحنا لو قعدنا قد إيه ممكن نفرد لها برنامج كامل. أنا بشكر حضرتك جدا، وإن شاء الله في حلقة جديدة من بودكاست أنجح معادلة.